Hi everyone, today's video going to be short حيت غادي نتعلموا 3 ديال الكلمات باللغة الإنجليزية اللي هما ساهلين وأي واحد مبتدئ باللغة الإنجليزية خاص يكون كيعرفهم. أول كلمة واللي هي happy. اوكي happy واللي كتعني سعيد. وباش نتعلموا هاد الكلمة ما غاديش نتعلموا غير بحال هكا happy، ولكن خاصنا نديروها في جملة. اوكي غنديروها في جملة اللي هي مثلا I am so happy. I am so happy today. أنا فرحان اليوم. أنا فرحانة بزاف اليوم. so كتعني بزاف. I am اللي هي أنا فرحانة بزاف اليوم. I am so happy today. I am so happy today. عندنا هذه الكلمة الأولى. عندنا الكلمة الثانية واللي هي sad. sad واللي هي حزين. أنا حزينة أو لا أنا حزين، وتا هي كذلك خاصنا نديروها في جملة باش الكلمة اللي تعلمناها خاصها تكون جملة باش يسهل علينا أننا نتعلمو. المهم sad غادي نديروها في جملة I feel هي أشعر. I feel so sad. I feel so sad. I feel so sad today. أشعر بالحزن اليوم، أو أنا كنشعر أنا صراحة يعني حزينة بزاف اليوم. اوكي غادي ندوزو لثالث كلمة واللي هي hungry. هي أنا جيعانة. hungry زعما الكلمة ديال hungry كتعني الجوع. اوكي جوع. وإلا بغينا نديروها في واحد الكلمة باش نفهموها ونعقلوا عليها أكثر غنقولو I feel so hungry. أنا أشعر بالجوع. I feel so hungry. أنا صراحة يعني كنحس بواحد الجوع اللي هو كبير. أوكي كنتمنى تكونوا عقلتوا عليهم. فباش تعقلوا عليهم خاصكم فقط أنكم كل كلمة تعلمتوها ديروها في جملة. هادشي اللي كاين، وباي باي.